السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله عندنا مقطع خرافي. مبدئيا كده كل عام وانتم بخير، وبعد كثير من الاقتراحات منكم ان احنا نشوف البطلة المغربية دينا غابري، واحدة من اقوى المقاتلين حاليا في انفيوجن، ليها ما شاء الله يعني عارف انت احصائيات مرعبة. النهارده عندها فايت، الفايت ده مش بعيد يعني لسه مقام ما كملش كام يوم، فان شاء الله النهارده نشوفه مع بعض. وايضا هنشوف اول مرة طبعا نشوف المقاتلة دي، فنشوف كده نقاط ضعفها نقاط قوتها، هل تتميز بالفلوك مثل باقي المغاربة الشرسين. خلينا نشوف مع بعض. ولكن لو دوست على زر لايك 10000 لو 50000 مشترك، وخلونا على طول ننتقل الى الفيديو. ليتس جو. طبعا يا شباب زي ما قلت لكم الفايت في احداث كتيره النهارده. بتشوف فايت شرس في ريسبكت ما بينهم ما بين طبعا مش عارف انطق اسم الثانيه دي، اسمها انستازيا مش فاكر والله. لكن دينا غابري مغربيه طبعا كده تكون شرسه، اكيد بتكون عندها او انا متوقع قوه في التحرك داخل الحلبه، ايضا قوه في الضربات، وخصوصا زي ما انت شايف ان هي زي ما انت شايف اورثودوكس مش ساوث بون، ان هي اللي بتضرب الاول. وباين ايضا ان خصمتها اللي لابسه القفاز الازرق، ما احبوش، احب القفاز الاحمر اكثر الصراحه، باين عليها ان هي كمان اورثودوكس. فايضا هيكون فايت خرافي فيه كتير من الضرب، يمكن ما فيهوش دفاع كتير، وعشان كده اتوقع ان لازم يكون في نوك اوت، لازم هيكون في نوك اوت، اما بقى عن طريق ان انت اديها بادي شوت ثم رايت هوك، او ليفت ورايت هوك الى ما واحد فيهم يتعب. يعني خلينا نشوف مع بعض مجريات المباراه. باين عليها مباراه هتكون طويله لان الاثنين بصراحه متكافئين الى حد الان يعني. شوف التركيز، شوف التركيز، حلوه 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 حلو. لكن كل ده طبعا مش مؤثر الى غدرة، مفيش حاجه اثرت، مفيش لكمه قويه، ولكن زي ما انت شايف مع بعض. اوكي، لا باين ان دينا قد تكون ساوث بو مش اورثودوكس، ولكن حاليا شوف زي ما انت شايف عماله بتفكر، عماله بتلف، بتجبرها ان هي تروح في اتجاه معين عشان تعرف تنقي زاويه للضربه، ان كانت بقى رايت هوك او ابر كات حتى. شوف انا اتوقع هتروح على الابر كات لان هي فاتحه. شوف زاويه راسها تسمح لي الابر كات، وبتكون جدا مؤثره الصراحه. شوف حلو 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 البادي شوتس. شوف هنا طبعا بنت دينا الغابري. اوكي، راوند الاولى فيها تكافؤ نوعا ما، ولكن في رايي الشخص عشان اكون معاكم صريح البلو كورنر تفوق، لكن دينا اتوقع بتعود بشكل قوي. خلينا نشوف مع بعض، خلينا نشوف مع بعض. طبعا عندك هنا اللي اسمها انستاشيا على ما اتوقع يعني، ولكن جدا خطيره، بتندفع الى الامام، فغلطه واحده بس بتودع الملاعب، غلطه واحده بتودع الملاعب، وده عيب الاورثودوكس بشكل عام. شوف هنا حلوه حلوه حلوه. شوف هنا لو في ضربه واحده بس او بتودع الملاعب يا اخي، لان الدفاع مش اجمد شيء عندها يعني، ولكن ده ثمن الاورثودوكس بشكل عام. يا الله حلو حلو حلو. اوكي باين عليها خدت قوة تحفيز من مدربة. خلينا نشوف. يا الله حلو. حلوة يا اخي. شو ضربة من دول لو جت ريست ان بيس يا عمي، ريست ان بيس. وحلو حلو حلو، في شراسة، في شراسة، في شوية اورثودوكس في نصف الفايت الثاني، في شوية اندفاع معنا صح يعني. حلو حلوة حلوة يا اخي، حلو التهويش. اوكي باين عليها تعبت. بقول لك خطورة الاورثودوكس ان انت بتتعب بسهولة، هتتعب بسهولة، وده بالفعل اللي حصل. هي استنت لغاية لما تتعب 1 2 3 على طول.
يا الله خطير يا عمي خطير. يمشي هاز تو اتاك، لكن شوف خطورة ان انت تلعب تتعب مرة واحدة، او ان انت ايضا تسيب زاوية معينة مفتوحة تلاقي اللي قدامك خلص عليك. شفنا كثير فلويد ماني ويذر بيعمل الحركة دي. حلو التحرك داخل الحلبة. شوف بتلف حواليها تحاول توديها عند ناحية الكورنر. حلو يا الله حلو. دي لو كان جت في بطنها دي مع السلامة. ودعت الملاعب بتصدع جامد. زي ما قلت لكم خدوها نصيحه مني، اخطر مكان تضرب فيه هو منطقه اسفل البطن، جدا خطير، ما تخليكش تعرف تركز في باقي الفايت. اوكي دي الراوند الثانيه تخلص وبدون شك تفوقت فيها دينا، وايضا عادت بقوه وتفوقت دون ادنى شك. احب يا اخي المنتال كنترول، يعني هي كانت في الراوند الاولى يمكن مش اقوى شيء، ولكن عادي نرجع للراوند الثانيه وندمر عادي يعني. شوف حلو هنا الكومبو، شوف الكومبو، شوف 1 2 حلوه يا اخي. خلونا نشوف مع بعض اخر راوند او الراوند الثالثه بمعنى اصح، هل بتكون نوك اوت ولا هتكون بوينتس ولا مين اللي هيكسب؟ بس خلينا نشوف بعض. اتوقع دينا بتكسب يعني طالما انتوا اقترحتوا عليه هذا المقطع وهذا الفايت. يا الله مفيش هدوء. شوف يا عمي شوف بتفكرني بالياس النهاشي على طول، يعني نشوف الخصم عندنا تعبان ندخل نخلص، مش هتدي لها فتره انها ترتاح اساسا. يبقى خلاص دي الفرصه، طالما هي بتدافع ما بتضربش تعرف ان هي تعبت خلاص. هتخلص عليها دينا دلوقتي. يا الله يا الله يا الله. يا الله خلاص قلت لكم لازم نوك اوت، هتخلص وفعلا خلصت. برافو 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 يا اخي. الدخله اللي دخلتها الاول اللي هي البنت دي في اول راوند جدا قويه، وايضا صعب ان انت تعرف تكيب اب الا لو انت عندك كارديو خرافي، وده ما كانش عندها في الاسف، تعبت وزي ما احنا شايفين ايه اللي حصل. شوف هنا خلينا نشوف مين اللي قرر، خلينا ليتس جو. شوف هنا شوف اتمنى تكونوا استمتعتوا. دوس تحت على زر الاشتراك زي ما قلت لكم. شيء جميل ان انت تكون عندك ما شاء الله عارف انت وورد تشامبيون يمين يسار من مؤمن يا اخي في جميع المجالات. شيء جميل، واتمنى ان شاء الله تعالى ان انتم تكونوا استمتعتوا. دوس تحت رايكم، دوس تحت على زر اكتبوا لي تحت رايكم، اشوفكم ان شاء الله على خير.